ضعوني في قفص مع القرود بسبب شكلي لإمتاع الجمهور وإثبات نظرية داروين للتطور. عاملوني بأقصى درجات العنصرية والوحشية، وتعتبر قصتي الأكثر سوادا وظلما عبر التاريخ. اسمي أوتابينغا، ولدت في عام 1880 في قبيلة مابوتي التي كانت تسكن الغابات الاستوائية الإفريقية بالقرب من نهر كاساي في الكونغو. كنت أعيش حياة بسيطة مع زوجتي وطفلي في قريتنا التي كانت مليئة بالحياة والروح. لكن تلك الأيام السعيدة انتهت بشكل مفاجئ عندما هاجمت القوات المستعمرة البلجيكية قريتنا. ذهبت في ذلك اليوم لأبحث عن الطعام في الغابة، وعندما عدت رأيت الجحيم على الأرض. كانت قريتي قد دمرت، وقتل معظم أفراد قبيلتي بمن فيهم زوجتي وطفلي. تم أسري من قبل الجنود البلجيكيين وبيعت في سوق العبيد. قيدوني بالسلاسل ووضعوني في قفص كالحيوان. نقلت إلى أمريكا، وهناك بدأت مأساتي الجديدة في معرض سانت لويس العالمي. عرضت أمام الجمهور بجانب أنواع أخرى من القردة. قدموني كأقرب حلقة انتقالية للإنسان في محاولة لإثبات صحة نظرية داروين. كنت مجرد وسيلة لإظهار تفوق الإنسان الأبيض وإذلال الإنسان الإفريقي. بعد عامين نقلوني إلى حديقة حيوان برونكس في نيويورك. هناك عرضت مع بعض قردة الشمبانزي والغوريلات تحت مسمى السلف القديم للإنسان. عوملت كالحيوان، تعرضت للضرب والرشق بالعصي من قبل الزوار. كان الناس يأتون لرؤيتي وكأنني لست إنسانا، وكأن حياتي لا تعني شيئا. لم أستطع تحمل هذا الإذلال المستمر. في عام 1914 سرقت مسدسا وأنهيت حياتي برصاصة في قلبي. قبل أن أفعل ذلك تركت رسالة كتبت فيها: أنا رجل، أنا إنسان. أردت أن يعرف العالم أنني كنت إنسانا، وأن كرامتي وإنسانيتي لا يمكن أن تسلب مني مهما كانت الظروف.